ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه؟ معانا النهارده بقى طاجن بطاطس بالستيك. خرافه خرافه بمعنى خرافه. طعم تحفه. هندوق مع بعض كده ونشوف الاخبار ايه. شايفه الستيك ازاي مستوي ازاي، بيقع مني ازاي، ما شاء الله. ناخد كده ايه معاه بقى شويه رز من الرز المعمر اللي احنا عاملينه ده. بس شوفي، شايفه الستيك عامل ازاي. ناخد بقى ايه معاه معلقه رز معمر من الخطير المفلفل الجميل ده. عملت لكم قبل كده فيديو عن الرز المعمر ازاي تاني. شايفه جماله والله، والطعم تحفه تحفه تحفه، يعني بمعنى تحفه. هناخد بقى ايه، الله الله الله، على يعني واحده بطاطايه كده ما شاء الله. ايوه، مع طماطمايه مع حتة فلفلاية. يعني بصي طاجن من الآخر، جمال جمال في الطعم، تحفة تحفة. ابهري بضيوفك، ابهري ضيوفك. ندوق كده مع بعض كده نشوف. شايفة الستيك عامل ازاي؟ ما شاء الله مستوي خالص، بيتقطع معايا بكل سهولة ازاي، مستوي جميل. والطعم بقى ما اقولكش. ندوق. اوه نو، تحفة. طعم حلو قوي 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 قوي. يعني تاخدي حتة؟ لا خدي حتة. لا والله، لا والله يا شيخة لازم تدوقي. النبي لازم تدوقي. انا عارفة ان انت هتموتي عليه دلوقتي، بس يلا. عايزة تعرفي الطريقة والجمال ده اتعمل ازاي؟ يلا بينا على ايه، على المعمل. نخش المطبخ. ما تنسينيش في اللايك، ما تنسينيش في الشير، ما تنسينيش في تفعيل الجرس. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ما اقولكش. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل طاجن بطاطس باللحمة ستيك. ماشي، جميلة جدا وهتطلع معانا تحفة وهتعجبكم جدا. طبعا معروف ان صينية البطاطس وطاجن البطاطس ده ما بيختلفش عليه اتنين. معايا هنا مكوناتنا. طبعا معايا لحمة ستيك، معايا بطاطس وطماطم وبصل، ومعايا طماطم، ومعايا فلفل حامي ده للي حابب، ومعايا توم. تمام، هنبدأ نعمل ايه. معايا الطاجن هنا اللي هنعمل فيه، وهنيجي هنا هناخد البطاطس دي حابة تقطعيها دواير شرايح، او ممكن تقطعيها اللي هي بالطول. خلاص، انا هقطعها طوليا معاكم بالشكل ده. تبقى اصابع طولية كده، اصابع طولية بالشكل ده. احط في الطاجن عندي كده اهي. الشريحة بتبقى بالشكل ده زي ما انت شايفة السمك بتاعها. وادي كده معانا البطاطس زي ما انتوا شايفين. هنيجي على البصل ونقطعه جوانح. عندي القرنين الفلفل الحامي ده اختياري، لو حابه تحطيه مش حابه تحطيه، ده هسيبه في الاخر، هحطه بحاله علشان ما يخليش الاكله مشطشطه. تمام كده. عندي الايه زي ما انتوا شايفين كده المكونات كلها حطيناها، الخضره كلها عندي في الطاجن بالشكل ده. هحط عليها ملح وفلفل. ملح،
شوية ملح كده حلوين، وشوية فلفل اسود، وشوية كمون. تمام. ومعانا شوية جنزبيل نص معلقة، ومعايا نص معلقة قرفة فقط لا غير. وهنقلب كله مع بعضه وهنسيبها، ونيجي مع بعض على الجريل نشوف هنعمل ايه في اللحمة دي اللي هنحطها على وشها. هنسيبها كده ويلا بينا بقى على البوتاجاز نشوح اللحمة معانا. وجينا مع بعض هنا على الجريل. عندي الجريل سخنت، حطيت فيها معلقتين زيت، ولو عندك حتة زبدة حطيها. تمام. لحد ما تسخن عندي اقوم حاطه اللحمه عندي بالشكل ده. عندي اللحمه بقى نقلبها، هي يا دوبك تاخد صدمه عندنا بس مش اكتر، بالشكل ده. تتحمر على الجنبين. هنحط عليها شويه الملح بتاعها، شويه الملح وشويه الفلفل، الخليط بتاعنا اللي هو الحبهان المطحون، ورق لورا مطحون، على كبابه صيني، رشه كده كده خلاص. الله الله، ريحه فظيعه. الله الله، ريحه جميله قوي قوي يعني. كده خلاص. هعمل ايه بقى؟ هزود كوبايه ميه سخنه بس كده تمام. تعالوا بينا بقى على الطاجن نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. تعالوا كده بقى، رجعنا تاني. هنحط بقى عندنا الستيك ده على الوش كده، نقلب كويس البطاطس، وهنحط عندي الستيك ده كده على وش الطاجن بالشكل ده. طبعا انا عايزه الجوس اللي نزل منه ده، عشان كده انا زودت كوبايه ميه علشان احطها ازودها في الطاجن على البطاطس دي. هجيب عندي الفلفل بتاعي، هحط هنا وهنا بالشكل ده، وهجيب عندي الميه اللي نزلت الشوربه بتاعتي دي وهنزلها كده، اخد كل المكونات اللي فيها كده. تمام. هقوم بقى مغطياها بورقه فويل عندي، وهحطها في الفرن لحد ما تستوي. هتاخد مني يعني ساعة ونص كده. نغطيها كويس بالشكل ده. كمان ورقة عشان انا عايزاها مقمورة، علشان انا مش هزودها بقى مية ولا حاجة، وفي نفس الوقت اللحمة عندي تستوي.
هندخلها بقى الفرن ان شاء الله. ما تطلع بقى حبيبتنا نشوف شكلها بقى ايه. فاصل ونواصل. كده هنعمل مع البرام اللي احنا دخلناه الفرن ده، هنعمل معاه صينية رز معمر. معايا هنا 4 كوبايات ونص اللي هي بتاعت الشاي ديت. هنحط اللبن اللي سألني قد ايه العيار، كده 2 كوبايتين 3 4. وهنكمل بالمية. تمام كده. طبعا اللبن سخن والمية سخنة. كده 2 كوبايتين مية مع 4 كوبايات لبن. وهنحط الملح على الايه 5 كوبايات ونص رز. نحط شوية الملح وهنقلب وندخله الفرن. لما يطلع ان شاء الله نشوفه بقى ايه شكله. يلا واصل. تعالوا كده طلعنا بقى الايه الطاجن من الفرن. هنشوف بسم الله الرحمن الرحيم الاخبار معانا ايه. طبعا سخن جدا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عسلي. اللحمه نشوفها استوت كده. واو، شايفين اللحمه استوت زي الفل زي الفل. يا جماله يا جماله يا جماله، ما شاء الله. مش محتاج مني اي حاجه خالص. وكده 100 100. هنقدمه بقى كده بقى اهو. هناخد ايه واحد ستيك كده على معلقه ايه حبه بطاطس كده مع معلقتين رز. بس هناخد ايه معلقه رز كده. شايفين الرز عامل ازاي؟ شايفين الرز وجماله. هناخد بقى ايه قطعتين بطاطس كده حلوين. ادي البطاطس. والفلفله بقى، الفلفل بقى ده طماطم، البصل كده. وندوق مع بعض بقى الاخبار ايه. بسم الله. نشوف كده الاستيك اخبار. شايفين استوي ازاي؟ واصل لكم الاحساس؟ شايفين مستوي خالص اهو. مع حته بطاطايه كده مع شويه رز. دوق. صراحه الطعم تحفه. يا ريت تجربيه. وان عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك وفي الشير. ولو اول مره تشوفيني ما تنسينيش في تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وكان معاكي مطبخ ما اقولكش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.